السلام عليكم حبيباتي. اليوم جبت لكم وصفة سهلة وسريعة بمكونات بسيطة موجودة في كل بيت. بطاطا بالكريمة أو الجبن، طعم رهيب ويذوب في الفم. إذا أول مرة تشاهدي قناتي أو تزوريها مرحبا بكم، وما تنسوش الاشتراك واللايك تسعدوني به. هنا نجيب بطاطا أو بصل وجبن، يعني هاي الأكلة سريعة خصوصا في فصل الصيف. نقطع البطاطا تاعي والبصل شرائح رقيقة. هنا نحط ملعقة من الزيت وملعقة من الزبدة. هنا بعد ما حطينا البصل تاعنا قليناه مليح، وحطينا البطاطا ونحط فوقه رشة من الملح والتوابل اللي عندك، يعني التوابل تبع الصوص البيضاء. هنا نخلط مليح، خلطيها مليح باش يدخلوا هذاك التوابل والملح في البطاطا والبصل. هنا واش نجيب، ما نجيبش الماء. انا هنا عندي صلصة جبن، هذا سر البنة، سر يعني ما شاء الله. هنا حطيت انا هذا الرشة تاع الجبن اللي نخدموا به صلصة الجبن. ومن بعد شو جبت كاس حليب بدل الماء، جيبي الحليب. وهذا المكون الثاني اللي يعطيك طعم في الأكل تبعك، يعني ما شاء الله. هنا حطيت القطع الجبن اللي عندي، يعني انتي حطي الجبن اللي عندك انتيا. هنايا جبت كاس حليب، انا صراحة حطيت كوبايتين، يعني 2 كؤوس، خاطر عندي كمية كبيرة من البطاطا والبصل. هنا حطيت الحليب تاعي ونخليهم يتقلاو مليح، وغطي عليها وخليها تطيب على نار قليلة خلاص، خاطر البطاطا والبصل مقطعين شرائح رقيقة يعني. وهنا راكم تشوفوا كيف جات الشكل تاعها، جا تحفة، الطعم خيالي، يعني بصراحة بنة ولا روعة، يعني من غير دجاج، من غير لحم، من غير، بس يعني جات ما شاء الله. نتمنى تجربوها وتكتبوا لي في التعليقات جربتوها ولا لا. نتمنى أن الفيديو تاع اليوم نال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.